السلام عليكم. كيبدا الفيلم ديالنا مع مجموعه ديال الناس طالعين للطوبيس، تما طلع معاهم هاد خونا اللي سميتو ديدي، واستغل الزحام اللي كاين وبدا كيشفر في البزاطم. ولكن غير شويه وحده من الركاب شافتو وبدات كتغوت. خونا خاف ليه يتشد وهو ينقز من الشرجم لواحد الهوندا وتحرك للكريان فين ساكن، وغيتلاقى مع كريمه اللي ناوي معاها الزواج. وقفها بغى يهضر معاها، ولكن هنا جا عنده خوها واحد الشمكار وقال ليه ارا دبر عليا. وديدي عطاه واحد البسطام وصيفطو بحالو، وبدا كيدي ويجيب في الهضره مع كريمه، وعرف منها بلي دبرات فشي خدمه. من بعدها تحركات وديدي جلس يقمر مع ولاد الدرب. من بعد كتبان لينا هاد اختنا اللي سميتها الصالحه خدامه في واحد الفيلا، كانت كتحاول مع مولات الفيلا اللي سميتها غيتا باش تفطر حيت مده ما كلات. ولكن هي كانت غير كتبكي حيت باها مات مؤخرا، وخوها علي غابر هادي 15 عام ملي مشى للميريكان ما رجع. وهاد الشيباني سميتو الوافي، ولد عم غيتا وعايش معاه في الفيلا. نرجع عند ديدي اللي كان غادي محرك للقهوه اللي كيجلس فيها، وتما تلاقى مع الوافي وغيبان ليه فيه البلان. قصدو ودخل فيه وسرق ليه البسطام وتحرك من تمايا. الوافي مع شافو بقى غير مصدوم، وجاه كيشبه العالي خو غيتا اللي غابر، وتما عرف بلي سرق ليه البسطام ديالو وغادي يتبعوه وشنق عليه. وديدي قال ليه بلي راه لقاه وكان ناوي يديه للبوليس باش يرجعوه ليه. ولكن الوافي طلع ظريف ودور معاه وقال ليه يلا نديرو شي قهوه، عندي لك واحد البلان غيصوفينا كاملين. وتحركوا من تمايا. من بعدا كيبان لينا الوافي مع غيتا في الفيلا، ولقاها مازال مقلقه وكتبكي على خوها. تما الوافي قال ليها بانه حاس انه علي قريب يجي. العشيه جا عندها خطيبها اللي سميتو عزيز واختو صافيه، وجبد معاها الموضوع ديال الزواج. ولكن غيتا قالت ليه بلي حاليا ما مستعداش، وراها كتفكر غير في خوها علي اللي غابر ومستحيل تزوج به الا ما عرفاتش خوها فين كاين. وتما غتدخل صفيه وقالت ليهم يلا نخرجوا نبدلوا الجو، وغيتا غادي توافق. وملي غتنوض صفيه بدات كتقول لخوها بلي خاصو يتزوجها في اقرب وقت باش ياخذوا كاع الممتلكات اللي خلى الاب ديالها. في نفس الوقت كيبان لنا الوافي كيدي ويجيب في الهضره مع الجارديني ديال الفيلا اللي سميتو الراضي، وقال ليه بلي الا مشات غير تحت الزوجات بعزيز غيهزهم الماء وما غيديو حتى شي حاجه. وقال ليه بلي عنده شي خطه، والخطه هي انه لقى شي راجل كيشبه العالي اللي هو ديدي، وغيجيبوه وغيحفظوه وغيلعب الدور ديال عالي. الراضي عجباتو الفكره وقال لي صافي مشات. تما تحرك الوافي للكريان فين ساكن ديدي، سول عليه واحد الولد صغير، والولد قال ليه بلي شدوه البوليس. وديدي كان مشدود مع شي وحدين حتى هما في نفس الحرفه ديالو، وكانت معاهم هاد المراه وجابوها باش تعرف على الشفار اللي سرق ليها الصك ديالها. ولكن ما صدق حتى شي واحد فيهم. تما المدير قال للضابط خليهم يمشيو ويجيب ليه ديدي. وملي دخلوا عنده المكتب المدير طلب منه يجيب ليه الصاك ديال المراه، والمراه قالت ليه الدرب اللي تسرقات فيه. وديدي قال ليها صافي الصاك ديالك غادي يرجع ليك. ملي خرج تلاقى مع الوافي وقال ليه اش بان ليك في البلان اللي قلت ليك. وديدي غادي يوافق على انه يمثل الدور ديال عالي. خرجوا من تما يركبوا في الطوموبيل وفي الطريق غيوقفوا. وديدي تلاح على هاد خونا اللي سرق الصاك ديال المراه وقال ليه يا غترجع لها الصاك يا غنشوف فيها كاملين. وتحرك من تمايا. جا الليل والوافي خداه معاه للفيلا وراه كاع البلايص اللي كان كيجلس فيهم عالي هو الاب ديالو، وراه كاع القناه ديال الفيلا وكاع داكشي اللي كيتعلق بعالي. من بعد ما مشى جات غيتا وجمعاتهم كاملين وقالت ليهم بلي قريب غتزوج بعزيز. تما الوافي دخل معاه الصهد والغد ليه في الصباح مشى عند ديدي وعطاه الباسبور وشي وراق مزورين، وقال ليه يحدي مع عزيز واختو ويتقرب من غيتا ويحاول يعطل الزواج ديالها بعزيز حتى ياخذوا داكشي اللي بغاو. وقال ليه بلي دار واحد الخطه وغدا خاصو يجي على اساس انه عالي. في نفس الوقت الخدامه اللي حتى هي داخله معاهم في الخطه جابت واحد الرساله لغيتا وكان فيها بانه عالي يجي غدا، على عكس عزيز واختو ملي شافوا هادشي ما غاديش يتيقوا وكيبان بلي عارفين شي حاجه. غدا تعرضوا ليه للمطار وديدي خرج مع الركاب اللي جايين من امريكا، سلم عليهم وتحركوا للفيلا. وديدي داير فيها بانه توحشهم وكان عارف كلشي في الدار وعاقل حتى على الكرسي ديال باه وكيفاش تخاصم معاه وشي ذكريات مع اختو. وملي طلعوا لبيتو غيصدمهم اللي جبد لهم واحد الصندوقه صغيره كان مخبي فيها شي ذكريات. هنا غيتا تيقات بلي خوها، اما عزيز واختو بقاو غير مصدومين من هاد التفاصيل اللي عارف. وحتى من الوافي بقى غير كيشوف. وملي خرجوا سولو كيفاش البلان. تما ديدي قال ليه بلي خباها فاش جابو يكتشف الفيلا. بالليل اختو دارت واحد الحفله بمناسبه الرجوع ديالو، وديدي استغل الفرصه وبدا كيعنق ويبوز. تما صفيه قالت لعزيز باش يبقى مراقبه حيت متاكده بانه ماشي هو علي الحقيقي. وهو كيدور في الحفل غيتلاقى مع كريمه اللي كانت خدامه كتسربي في الحفل. حاول خونا يتلف الهضره ويتهرب، ولكن اختها ما كتضحكش وقالت ليه اش كدير هنايا. تما ديدي بدا كيتفتف وقال لها باللي هادشي دايرو على قبلها باش يتزوجوا هو وياها.
تما اختنا غادي تبدل الموضوع ملي شافت عزيز ودارت راسها ما كتعرفوش، وملي سالات الحفله الوفي مشى عند ديدي ولقاه سرق كاع الناس اللي سلم عليهم اللي فيه شي قاعده راه فيه. تما بدا كيغوت عليه وقال ليه هذه اخر مره دير بحال هكا حيت غتفضحنا. الغد ليه في الصباح الخدامه ديال الشركه كانوا دايرين اضراب وما بغاوش يخدموا، وصافيه وعزيز ما قدروش يسيطروا على الوضع. تما اتصلوا بغيتا باش تلقى لهم شي حل، وهنا غطلب من خوها باش يمشي معاها ويوصلها، ولكن المشكل هو انه ما عندوش البيرمي وفايت ليه سايق غير ملي كيبلاصي الكارديان ديال درب الطوموبيلات، ولكن ما عنده حتى شي حل من غير يسوق. خلاها حتى ركبات وجا عنده الوافي وقال ليه السميات ديال الناس اللي خدامين في الشركه. ركبوا في الطوموبيل وما وصلوا حتى كان غادي يقلبها. وصلوا وبدا علي كيهضر مع الخدامه وقال لهم بلي غيزيدوهم في الخلصه وكلشي غادي يكون مزيان. تما غادي يدخل عزيز وقال ليه اش كدير، وعلي تسيف عليه وقال ليه دخل سوق راسك. دازت الايام وديدي كان لاعب الدور ديالو مزيان، وعزيز وصفيه باغيين يحصلوه باي طريقه. واحد النهار صفيه مشات عنده وعرضت عليه عندها للدار. علي مشى عندها وسكراتو مزيان وبغات تعرف منه شنو وقع، ومع بغى يعاود ليها كلشي غادي يغيب. وملي فاق لقاها مازال ناعسه. تما بدا كيقلب على شي حاجه يشفرها وغيلقى واحد الملف. ملي ضرب عليه طلا لقى فيه شي حاجه مهمه وخداه معاه ومشى عند واحد الهاكر للكاريان اللي ساكن فيه، ولقى بلي صافيه وعزيز خاربينها فلوس. تما ديدي عطاه الكونت ديال غيتا وقال ليه يحول ليه كاع الفلوس لتمايا. في نفس الوقت صافيه وعزيز كانوا كيهضروا مع غيتا وكيحاولوا يقنعوها بلي هذاك ماشي خوها، ولكن اختها ما طاقتش بيهم. وتما قالوا ليها بلي غيدخلوا لواحد الاجتماع فيه شي امريكيين وهو غيهضر معاهم حيت كان عايش في الامريكان وكيفهم لونجلي مزيان، ومنها يتاكدوا واش هو عالي. وغيتا باش تحيد الشك غادي توافق. الغد ليه في الصباح كان في البيرو ومشاو عنده وقالوا ليه بلي غيحضر معاهم واحد الاجتماع فيه شي امريكيين. حاول ديدي يصدرهم ولكن والو، ملي شافهم مصرين طلب منهم يمشيو وهو غادي يلحق عليهم ملي يلغي كاع المواعيد اللي عنده. وملي خرجوا اتصل بالوافي وقال ليه شنو كاين. الوافي قال ليه حاول تعطلهم بين ما نجي. دخل ديدي للاجتماع وبدا كيسمع في لونجلي وديدي داير فيها فهمهم. تما طلب منه عزيز باش ينوض يشرح ليهم. بدا عليه كيتهرب. تما دخل عليهم الوافي وقال ليه واش نسيتي المواعيد اللي داير مع السفير. وعلي ناض بغى يخرج ولكن غيتا ما خلاتوش، وهنا وقف باش يشرح ليهم وكلشي بدا كيشوف فيه وكيتسناه يهضر. وهنا علي بدا كيهضر وشرح ليهم كلشي بلونجلي بدون اي خطا. وكلشي تصدم من هذا الشيء. وملي خرج قال ليه الوافي فين تعلمتي هذا الشيء، وديدي قال ليه بلي عنده اجازه في الادب الانجليزي غير ما عطاتوش. هنا صافيه وعزيز عرفوا بلي ديدي عارف اش كيدير وغيصيفط ليه عزيز شي رجال باش يتعداو عليه. علي وغيتا كانوا في الباركينغ. تما خرجوا لهم واحد ثلاثه ضربوا غيتا غيبات وبداو كيضربوا في علي، ولكن تما جا واحد صاحبه وتعاونوا وعطاوهم قتله ديال العصا. وملي مشى صاحبه غيفيق غيتا وقال ليها بلي يسلقهم غير بوحدو. من بعد ديدي عطى الوافي شي وراق سنياتهم ليه غيتا، وهاد الوراق غيخرجوا بهم شي سلعه يبيعوها. غيتا من بعد داكشي اللي وقع تاكدات بلي ديدي خوها وجات عنده وعطاتو شي وراق فيهم الوكاله باش يتكلف بكاع الثروه اللي عندهم. هنا ديدي بدا كيحس بتأنيب الضمير وبغى يعاود ليها كل شيء، ولكن اختنا ما خلاتوش يهضر وتحركات من تمايا. وديدي ضرج به الدنيا وبقى فيه الحال وما بقاش عاجبو هادشي اللي كيدير فيه. من بعدها كيبان لينا الوافي والراضي والصالحه كانوا كيعمروا الكاميو اللي غيوصل السلعه، ولكن ملي تحركوا وقفوهم البوليس وشدوهم كاملين. وديدي لبس الحوايج ديال الاصل ديالو وخرج عند غيتا. غيتا سولاتو اش هاد الشيء، وهنا خونا عاود ليها البلان كامل وقال ليها منين جا وكيفاش نفذوا الخطه، وعطاها لاكارت ديالو باش تاكد باللي ماشي خوها علي. هنا غيتا بدات كتبكي وكتضرب فيه. وهنا دخلوا عليهم البوليس ومعاهم صفيه وعزيز. وهنا غنعرفوا بلي هما اللي بلغوا البوليس بلي ديدي منتحل شخصيه ماشي ديالو، وهما اللي بلغوا على الكاميو اللي كانت فيه السلعه. وعزيز قال لغيتا بلي كنا لك هذا ماشي خوك وطلب من البوليس باش يعتقلوه. ولكن هنا الكوميسير غيصدمو وقال ليه شنو اللي خلاك متاكد بان هذا راه ماشي خوها. عزيز ما عرفش باش يجاوب. هنا الكوميسير قال لهم بلي علي مات هادي شهرين، وملي غيتا صيفطت ليه رساله بلي باه مات حتى هو صيفط لها رساله وقال لها بلي غادي يجي، ولكن الرساله طاحت في يد عزيز واختو. وملي جا علي غاديين يخطفوه وكانوا ناويين يطلقوه ملي يتزوج عزيز بغيتا، ولكن خونا حاول يهرب وقتلوه. البوليس في الاول كان كيصحاب ليهم بلي ديدي حيت كيشبه ليه بزاف وما بقاش كيبان في الدرب. وملي قلبوا عليه ديدي مشى عندهم وعاود لهم البلان كامل وعطاهم تصاور وشي ادله وشي معلومات من داك الدوسي اللي كان لقى في دار صفيه. والكوميسير طلب منه باش يكمل في التمثيليه ديالو حتى يلقيو عليهم القبض. عزيز ملي عرف راسو تفرش خدا سلاح للضابط وبدا كيهدد فيهم، وخدا غيتا كرهينه وسرقوا الطوموبيل ديال البوليس. البوليس غاديين يتبعوهم وطلبوا الدعم. وقعت مطارده كبيره في شوارع المغرب، ميريكان يشرك. وهنا لحق عليهم ديدي بواحد الهليكوبتر
ما بقاتش قادة طوموبيل وطلع على عزيز، وعزيز فقد التركيز ودخلوا فواحد الشجرة والبوليس غاديين يشدوه. والغد اللي كتبان لينا غير مشات عند ديال الكوميساريه، البوليس غاديين يطلقوه وشكروه حيت عاونهم وسلم عليهم وبغى يمشي بحالو. وهنا غيتا غادي تجي عنده واعترفت ليه بلي كتبغيه، وخونا حتى هو اعترف ليها بالحب ديالو وغادي يعنقها. ولكن الشطاح عمرو ينساه هزة الكتف، وتما جا عنده الكوميسير حيت ديدي سرقو، وديدي رجع ليه البزطام والمينوط وحتى السلاح واعتذر منه، والكوميسير مشى بحالو وديدي عنق غيتا وكملوا حياتهم بجوج. وحتى لهنا غادي يكون صل الفيلم ديال اليوم. تهلاو.